وصل صوتك. هذا سيدي تعطيه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للإخوة اللي جاوا هذوما راهم مسلمين، لا ينتميوا حتى فئة ولا ينتميوا حتى مجموعة ولا هم حتى شيء، ناس غارت على كتاب رب العالمين. هذم السفارة الأمريكية جينا نحتجوا أمام السفارة الأمريكية باش نوصلوا لهم رسالة كما صار في بلدان العالم أجمع الكل. الاستفزازات هذه مقصودة، كل مرة ويحرق كتاب رب العالمين، كل مرة ويحرق كتاب على رب العالمين، هذا كله استفزاز للمسلمين. ثم عندنا إخوة في غوانتنامو، 5 إخوة وعدت السفارة في مرة سابقة أنها باش تطلق سراحهم وأنهم وصلوا المرحلة الأخيرة، ثم ما صار حتى شيء. ثم شيخنا الجليل عمر عبد الرحمن، هذا الشيخ معناها ما عنده حتى تهمة إلا أنه قال كلمة الحق، مسجون ويعذب ويهان يوميا، وهو تو مريض مقعد أو أعمى، وما فما حتى حد يجيب، وما فما حتى جمعية ممن يسمون حقوق الإنسان ويسمون يتشندقون علينا بحقوق الإنسان، وهم أكبر أعداء لحقوق الإنسان. في الإخوة اللي ترى فيها الجمعة هذه كله ما خرجش لا باسم حزب، لا خرج لا باسم مجموعة، لا باسم فئة، مسلمين من كل الأطياف خرجوا غيورين على كتاب رب العالمين، وحبوا يوصلوا رسالة للسفارة هذه. أنا الاستفزازات هذه راه ما عندها وين توصل. تصوير الشيخ أسامة بن لادن، الناس هذه تحب الشيخ أسامة بن لادن لا لشيء، لأنه نحسبه معناها من المسلمين، وهذا نكاية في الأمريكان اللي هو عدو رقم 1 لأمريكا. فهذه من باب النكاية ومن باب الشماتة، ونحن نحبه في الله، أنه إنسان جاهد في الله، أخطأ وأصاب هذا أمره إلى الله، لكن نحبه في الله ونحسن به الظن ونحسبه عند الله من الشهداء.